ما زلت عند رأيي إن الراجل ده ما يقعدش لأي حد. هيثم حسن النهارده تعالَ اتفرّج على الكورة اللي عملها دي بعد ما الكورة وقفت في ضهره، فاستلمها بكعبه ووقفت تاني، استلمها بكعبه تاني وقدر يسيطر عليها ويعمل control وقدر يعدّي بسرعته من 2 لعيبة، سرعته ومهارته وكنتروله. اتفرّج هنا كمان على انطلاقته بالكورة اللي مش زي أي حد دلوقتي في مصر، وبعد كده عمل الباص لقدّام ولكن لو كان لورا لزيكو، بس دي حتّة عدم تفاهم. زيكو يتحرّك لقدّام ويقطع على القريّبة، وزيكو برضه اتحرّك صح ولكن عدم التفاهم اللي أدّى إن الكورة دي تضيع بالشكل ده. طبعًا الfree assist اللي عمله وقدر يخرّج هاني عشان هاني يعمل over جميل لزيكو واللي أحرز منه هدف الفوز. تعالَ اتفرّج معايا كمان على الكورة دي اللي قدر يعدّي فيها من لعيبة روسيا ومدافعين روسيا بمنتهى السهولة واليسر. شوف عدّى من وسط الاتنين هنا وهينيّم التالت كمان على جنبه، خلّاه ياخد تغفيلة سريعة كده ولكن للأسف زاوية التسديد اتقفلت عليه، فاضطر إنه يعمل باص ولكن عمل باص على طريقة شيكو بنزا وهو باصص الناحية التانية. بس إحنا عارفين إن أنت مهاري يا هيثم من غير الحركات دي. أفضل لاعبين منتخب مصر مهاريًا، وأتمنى إن أشوف الراجل ده أساسي في كأس العالم. وباوجه رسالة كده للعميد حسام حسن، مش عايزين نشوف منتخب الجوهري بتاع كأس العالم 90 موجود في كأس العالم ده يا أخي. بالله عليك ليه 2 رقم 6 في نص الملعب قدام روسيا؟ أومال هتعمل إيه قدام المنتخبات الكبيرة؟ لأ وفي الدقيقة 70 كمان بتنزل لي دونجا وبتلعب ب3. لأ ربنا يسترها عليك يا حبيبي. ومش عايزين نعيد ماتش السنغال بتاع كأس الأمم تاني، وعايزين نشوف كورة حلوة، كورة هجومية، كورة لقدام. قول لي رأيك أنت كمان في الماتش وفي هيثم حسن. مستني رأيك في الكومنتات، متنساش اللايك والشير والسبسكرايب. وبس كده، سلام.